بصراحة الواحد فخور اللي فيه في مصر كيان ونادي اسمه النادي الأهلي، وفي إدارة اسمها إدارة النادي الأهلي، وفي لعيبة النادي الأهلي. بصراحة الأهلي النهاردة في ماتش أوكلاند سيتي بيكسب ب3. عقلية النادي الأهلي خلته في أي بطولة بيخش هو عينه على المكسب. هو الكيان النادي الاهلي طول عمره كده. انا بخش بطوله مفيش تمثيل مشرف والكلام الفاضي ده، انا عيني على البطوله. واللي هيقول لك اوكلاند سيتي ده فريق عادي، طب كنت تفلح انت في اللي عندك. انت مش عارف تكسب في اي ماتش عندك، انت بقالك شهر الفرق كلها بتيجي تاخد منك بنقط وبتخرجك في الكاس. الاهلي النهارده كسب 3 باداء مشرف، اداء بصراحة الواحد فخور اللي فيه حاجة اسمها النادي الأهلي. وثانيا إدارة النادي الأهلي، الواحد برضو فخور اللي فيه إدارة اسمها إدارة النادي الأهلي، إن كانت بقيادة محمود الخطيب أو كانت محمود طاهر أو كانت آه حسن حمدي. الإدارات بتاعت النادي الأهلي ماشية على سيستم واحد، هو مصلحة النادي الأهلي فوق كل شيء، فوق اللعيب وفوق أي حد. زي ما بيقولوا فعلا الأهلي فوق الجميع، هو فوق أي حد من لعيبته وإدارته. المصلحة الأولى للنادي الأهلي، مش مصلحة شخصية لابني، مش مصلحة شخصية للعيب، لا أنا ماليش دعوة. هو النادي الأهلي هو مصلحته الأولية عند الإدارة. مصلحة الأهلي هي الأولى عند الإدارة. فبالتالي بتشوف النادي الأهلي بيخش أي بطولة بيبقى عينه على المركز الأول. بنشوف أداء رائع، بنشوف إدارة فاهمة بتاخد حق النادي الأهلي بكل سكوت، ولا زعيق ولا شتيمة ولا قلة، ولا بيقلوا من أي حد. زي ما بنقول الراجل بيطلع يقول كلمتين في بيان، ما بيطلعش خالص، بس بياخد النادي الأهلي بيعرف ياخد حقه بالسكوت. اما بيقول لك انا مش هلعب الماتش ده، خلاص انا حقي ده هو ده حقه، وبياخد حقه. ودي شطارة من إدارة النادي الأهلي. ولعيبة النادي الأهلي الواحد فخور بيها ليه؟ بصراحة بتحترم جمهورها وبتحترم ناديها. لعيبة ما بتسمعش عنهم مشاكل خالص، ما بتسمعش في مشكلة لعيب عايز يمشي، مشكلة لعيب عايز فلوس. لا، اللعيب مركز في الماتش، بيحترم جمهوره، بيحترم ادارته، بيحترم كيان النادي الاهلي. فبالتالي بيخش اي بطولة عينه على المركز الاول وبيحققها. النهاردة بيلعب اداء مشرف، لعيبة تشرف. حتى في الدوري المصري اما بيجي يلاعب الاهلي او بيراميدز، لو جينا كده يعني كل لعيب قارناه بلعيب بالنادي الزمالك ممكن تلاقي متعادلين او الزمالك فارق شويه في بعض المراكز. بس لعيب النادي الاهلي نازل ومركز، بيحترم ادارته وجمهوره، خايف من جمهوره، عشان جمهور النادي الاهلي ما بيرحمش. ما شفناش لعيب زي اليجو ديانج ده يلعب دوري انجليزي مرتاح، يتكلم بقاله كام سنه، هو 3 4 سنين او داخل على فتره، ما سمعناش عايز يمشي. السولية، الشناوي، مفيش. اللعيبه حب النادي الاهلي، حب اداره النادي الاهلي. ده مش الزمالك معناه وحش، هو التعامل مع اللعيبه، سياسه التعامل مع اللعيبه. عندك خطا او اللعيب اخطا، مش لازم انا اجيبه قدام الكاميرا واوقفه جنبي واعمله طابور ذنب، لا انا هاخد حقي منك باللوائح. فاللعيب بيحترم ادارته، بيحترم جماهيره، عارف الجماهير، اللعيب عارف لو قصر الجماهير بتعمل ايه. ده بالنسبه للنادي الاهلي. والثلاث اهداف يعني مزيكا. النهارده الاهلي بصراحه يشرف، وان شاء الله ربنا يوفقه في اللي جاي. ده بالنسبه للنادي الاهلي. لو جينا بقى على نادي الزمالك، حال فوق للنادي الاهلي وحال للاسف تحت بالنسبه لنادي الزمالك. نادي الزمالك مش عارف يأيد لعيبته لغايه دلوقتي، ويعتبر خلاص ما تأيدوش ومش هيلعبوا. مثل منسي دفع فيه فلوس مش هيلعب، احمد بالحاج مش هيلعب، محمود شبانه مش هيلعب. وده حتى لو في تأثير من اتحاد الكوره، ما جدولش الفلوس،
عايز كاش. بس انت متأخر قوي. انت رايح تأيد لعيبة الساعة 11 ونص يوم 31، يعني ناقص نص ساعة وباب القيد يقفل. ايه رفعتهم على السيستم؟ يا عم روح قبلها بيوم يومين. انت مش حاطط خطة اصلا ان انت تجيب مين، انت مش عارف تجيب مين. انت لغاية دلوقتي مشيت مدير فني وخليت اسامة بن نبيه يلعب ماتش وبعدين رجعت المدير الفني. ايه السياسة دي؟ ايه الادارة دي؟ احنا فالحين بس كإدارة نادي الزمالك بطلع طول اليوم اخر اليوم اشتم، مش عارف في الادارات، واشتم في النجوم السابقين للنادي الزمالك، واشتم في الاعلاميين، والنتيجة صفر. فعلا صفر. كاس مصر خرجت منه، بعدت عن الدوري خالص، مش عارف تأيد لعيبة مشيت منك، وكله عمال يكذبك. طارق حامد طلع يكذبك، حازم امام اللي ما بيتكلمش خلته نطق وطلع كذبك. حتى لو في تأثير من اتحاد الكرة، يا راجل انت مفيش حد ده اللي انت تروح اخر نص ساعة. انت مفيش سياسة، مفيش، انت مش عارف انت هتعمل ايه. انت جايب لعيبة اخر يوم، يلا نروح نأيد بقى وخلاص. راح القندوسي ده راح منك، مروان عطية راح منك. يعني الاهلي خطف منك لعيبة، وانت عمال تطلع كل شويه تقول لعيب مش نافع ولعيب مش هيأثر، وانت مش عارف تجيب لعيبه. مفيش سياسه خالص، مفيش اي نظام سيستم ماشيين عليه، ماشيين بالهوا. انا فرحان بس ان انا كل شويه اطلع اشتم في الخطيب واشتم في كهربا واشتم في ابراهيم فايق واشتم في حازم امام وعلى طول. وللاسف قناه نادي الزمالك امبارح طلعت تقول في مؤامره على مين؟ على اللي ما تأيدش لعيب. راح اخر نص ساعه وعليك فلوس وتقول لك اصل مؤامره ايه؟ انت قاعد شهر كامل وقاعد في البيت. وللاسف اما بتفرج على قناه الزمالك بالليل بلاقي، مع احترامي للاشخاص اللي موجوده، مش عارف استاذ محمد صاحب استاذ مرتضى من زمان عشره العمر، مصطفى الجويلي، مش عارف مين الشرقاوي. يا جماعه يعني مع احترامي ليهم، دولت نقاد بس انا عمري ما شفتهمش بينقدوا حاجه في اداره نادي الزمالك. كل حاجه بيعملها المستشار دي احلى حاجه وافضل حاجه. احلى حاجه وافضل حاجه ايه؟ احنا الرابع، احنا فرق بيننا وبين الاهلي 8 بونت، ولسه هو ليه ماتش متاجل. انت مش معرفتش تجيب اي حد. انت الاهلي في المغرب بيلعب كاس العالم للانديه وانت قاعد هنا. الناس ما بتنتقدش، لكن سايبين حد زي عبد الحليم علي، سايبين حازم امام، سايبين عفيفي، سايبين حد زي كريم حسن شحاته، سايبين الزملكاويه اللي بيحبوا الزمالك، ايمن يونس. مش فاهم. حتى اما جبت مصطفى يونس، يعني دخلت وزعقت له، مع انك كرهت النادي الاهلي فيه وجمهور النادي الاهلي كرهه، وعملت له مشاكل مع النادي اللي خيره عليه، وجبته في القناة عندك، وتاني حلقة ولا تالت حلقة رحت مزعق له. الراجل كسف ما بقاش يطلع. انت بتخسر حتى الناس اللي جنبيك او الناس اللي واقفة معاك انديتها، لكن جايبين ناس غريبة بتطلع في القناة. للأسف حال نادي الزمالك لأسوأ من الأسوأ. احنا ما عندناش إدارة. الراجل ده لو ركز في الإدارة هننجح، لكن الراجل مش مركز خالص في الإدارة. هو في كل يوم 20-30 معركة، مش عارف مع مين مع مين مع مين مع مين. بقى مش في الرياضة بس، رياضة والسياسة وإعلام، الراجل بتاع كله الحمد لله. فأتمنى الهدوء لنادي الزمالك شوية. ركز في فرقتك، ركز في ناديك، بص على النادي الأهلي واتمنى ان انت تكون زيه. مش عيب اللي انا اكون ناجح زي شخص. مش لازم بقى اقعد اشتم في الشخص ده عشان انا فاشل. ما انا ايه، هو الغيرة نوعين، انا بغير من شخص فعايز ابقى زيه، وفي غيرة من شخص بس مش عارف ابقى زيه فعايز اهده. للأسف هو ده حال نادي الزمالك. اتمنى يتصلح الحال. ولو انت لسه بتسمعني يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك. سلام.